بالنسبة لينا كبشر، ربنا من علينا بنعمة البصر. وأكيد في سؤال خطر على بالنا: إزاي إخواتنا المكفوفين بيحلموا؟ أصل مفيش إنسان ما بيحلمش، لأن الأحلام تعتبر ظاهرة صحية للعقل. ولكن الأحلام بتبقى مبنية على سيناريو من الأحداث اللي عشناها وشفناها، أشخاص، ألوان، أماكن، معاني اتشكلت بناء على صوت مصحوب بصورة بيكون المشاعر اللي بنشوفها في الحلم. فإزاي بتكون أحلام إخواتنا المكفوفين اللي أصلا مش بيشوفوا؟ اعمل لايك وفولو واشترك في القناة وتعالى نكمل. أنا حسام حسن وده سؤال ملوش إجابة. الأول عاوزين نفرق بين حالتين. الأولى هو شخص اتولد بيشوف وقدر الله أن يفقد بصره، والتانية هو اتولد بدون بصره. وكل حالة منهم ليها حالات متفرعة هتعرفها معايا في الحلقة. خلينا في الأول نعرف ونسأل السؤال الأهم: هو الضرير بيكون بالنسبة له الرؤية سودة زينا لما بنقفل عينينا؟ الأول لازم نفهم أصلا إحنا ليه لما نغمض عينينا بنشوف أسود. وده بمنتهى البساطة لأن إحنا بنحجب النور عن العين، وزي ما أنت عارف إن اللون الأسود هو لون جسم لا ينعكس عليه أي ضوء فيبان أسود. بمعنى إن جوف عينك لما بتقفله أنت المفروض تشوفه على لونه الطبيعي اللي هو بيكون إلى حد ما أحمر، وده ما بيحصلش وبتشوف اللون الأسود. وده لأن مفيش أي ضوء واقع على الجسم نفسه، مفيش أي ضوء واقع على عينك جوه، فأنت ما بتقدرش تشوف اللون الأحمر على شكله الحقيقي فتشوف أسود. معنى الكلام ده إيه؟ إن اللون الأسود أصلا لازم تكون بتشوف عشان تشوفه. أنا شايف بلاهة غير عادية، هفهمك. اللون الأسود هو لون عادي لازم تكون بتشوف عشان تقدر تميزه وتفهم معناه. أمال الضرير بيشوف إيه؟ هو الحقيقة مش بيكون فاهم معنى الكلمة نفسها لأنه عمره ما شاف، زي اللي عمره ما سمع. لو حصل قدامه صوت صريخ وصوت ضحك هو لا هيقدر يميز ده ولا ده لأنه عمره ما سمعهم أصلا. ده في حالة اللي اتولد ضرير ما بيشوفش ولا عمره شاف. طب ما أكيد برضو في حاجة مخه بيهيئها له. أحلامه بتكون إزاي وهو نايم؟ هقولك. بعض التقارير والأبحاث أثبتت إنهم بيحلموا ولكن بيكونوا غير قادرين على تفسير الأشكال اللي بيحلموا بيها، وكمان ما بيقدروش يكونوا صورة كاملة للحلم نفسه. وإن أغلب الأحلام بتكون صوت فقط أو لمس أو تذوق أو شم، لأن ببساطة هي دي الحواس اللي المخ قادر يتعامل بيها مع العالم، وما عندوش أي داتا تانية يقدر يستخدمها في خياله. هيلين كيلر أدبية وناشطة أمريكية كفيفة وصماء، وقالت حاجة غريبة جدا. قالت إن أحلامها قبل ما تدخل المدرسة وتتعلم كانت خالية من أي مؤثرات صوتية وبصرية أو حتى فكرية، وإنها كانت عبارة فقط عن أحاسيس بالخوف أو مشاعر تانية ما قدرتش تفسرها. ولكن أحلامها اتغيرت بعد الدروس في المدرسة، وبتقول إنها حلمت مرة بذئب ينشب أنيابه في بطنها، وبتقول إن ده بسبب إنها عرفت قصة ذات الرداء الأحمر. وبمنتهى البساطة تغيير حصل لأن المخ بدأ يتعرف ويعرف على حاجات جديدة في العالم. أما الحالة التانية وهي شخص فقد بصره بسبب حادثة، ده بيكون الأمر مختلف عنده بكتير، وبتختلف الدرجة حسب سنه. فكلما تعرف على الأشياء والألوان والأشخاص كانت أحلامه طبيعية أكتر ومليانة تفاصيل. ولكن مع مرور الوقت بتبتدي التفاصيل تختفي وتبدأ التفاصيل تتلاشى، وتبدأ الأحلام تعتمد على الحواس الأخرى وتتلاشى الصورة
تدريجيا. بس كده، لو وصلت لحد هنا شكرا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفولو وتقولي رأيك في كومنت، واستناني الحلقة الجاية كل سبت في سؤال ملوش إجابة. سلام.